أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نتابع هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. كابتن رضا جندي المدير الفني للمنتخب العسكري للكاراتيه ومدرب نادي الجيش. نتكلم فندم عن اهم ما وصل اليه مستوى الفريق وطموحاته في الفتره المقبله. احنا طبعا ابتدينا النشاط بتاعنا في نادي الجيش بعمل بطوله للناشئين والاشبال والبراعم، وجمعنا فيها قاعده كبيره جدا للاشبال والناشئين. بعد كده عملنا بطوله الكليات العسكريه وجمعنا منها فريق اللي هو تحت 18 سنه وتحت 20 سنه، عشان يبقوا برضه هو النواه بتاع الفريق اللي هم فريق الشباب. بعد كده جمعنا من الجيوش والمناطق والادارات العسكريه، عملنا البطوله بتاعت قوات مسلحه كلها للادارات والمناطق العسكريه واللي هي في جميع المناطق العسكريه، عشان نختار منهم المنتخب العسكري والفريق اللي هو درجه اولى فوق 20 اللي هو هيمثل القوات المسلحه في البطولات الدوليه العسكريه فترة وجودهم في قوات مسلحة. وبعد ما بيطلع من قوات مسلحة عاوز ينضم لنادي الجيش بيكمل معانا، عاوز يرجع تاني للمنتخب المدني وبيكمل مع المنتخب المدني، مفيش حاجة، مفيش مشاكل. طبعا هنا في المنتخب العسكري او المنتخب المدني الاثنين هم ولاد مصر. نقيب حسام موسى، منتخب مصر القومي ومنتخب العسكري. بطولاتك مع نادي الجيش؟ انا في منتخب مصر الحمد لله. بتمنى عندنا دلوقتي معسكرين منتخب مصر عشان عندنا دورة العاب عربية في لبنان، وبنتمرن بنجتهد ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق في الدورة ديت انجاز كبير ان شاء الله. بالتوفيق. اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي مصطفى عبد الرحمن، لاعب نادي الجيش.